السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل الحلبة اللي هي المنبتة أو الحلبة أم براعم، البراعم البيضة أو حلبة العيد. أنا جايبة ربع كيلو من الحلبة. نقيتها كويس جدا وغسلتها ونضفتها ونقعتها حوالي 8 ساعات. بعد كده باخد أنا الحلبة، وعندي هنا مصفى، وعندي طبق حاطه فيه المصفى. بجيب انا الحلبة اصفيها من المية المغسولة والمنقوعة واحطها في المصفى بالشكل ده. حطيت جزء في المصفى، وجبت ورق نظيف عملت فيه قراطيس بالشكل ده. القراطيس ديت هاخد الحلبة اللي هي المنقوعة واحط في كل قرطاس شوية حلبة بالشكل ده شوية، واتني الحرف كده واحطه في المصفى. اكمل القراطيس بتاعتي كلها. الحلبة حطيتها في المصفى وحطيت جزء في القراطيس. بجيب انا القماشة اللي هي الشاشة البيضة واحطها في المية وبعصرها بتكون مندية واغطي بيها الحلبة والقراطيس. غطيتها بالشاشة وكل 4 ساعات بالبخاخة ابخ على الشاشة مية او ارش عليها مية او اشيل القماشة ديت واشطفها في الحنفية ابلها واغطيها تاني. كل 4 ساعات اعمل كده لمدة يومين ان شاء الله. هنشوف بعد كده هنلاقيها نبتت. وطبعا حاطين تحتها طبق علشان اي مية تنزل ولا حاجة تنزل في قلب الطبق، واشيلها وافضيها علشان ما تعملش ريحة. وبعد يومين ان شاء الله لما تنبت الحلبة نبقى نشوف شكلها ان شاء الله. هنشوف الحلبة بعد يومين من عمايلها. نشيل القماشة نبص نلاقيها زرعت وكونت اللي هي البراعم اللي هي البيضة دي. هي لما تقعد 3 ايام بتبقى البراعم البيضة اللي هي طالعة بتكون اكتر. هي مستنيلها كمان يوم، بس احنا بنشوفها علشان ان شاء الله اللي يحب يعمل فبيعملها بنفس الطريقة ديت. وبتتقدم طبعا الحلبة مع الترمس والحمص وعصرة ليمونة ورشة كمون صغيرة. وكل سنة والجميع بألف خير. وكده أكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.